تشم الريحة الطيبة بتاعت الناس اللي هي بسم الله ما شاء الله القديمة. أنا هيكل رحال في مهمة استكشاف الصعيد. وصلنا مدينة إسنا اللي تبع محافظة الأقصر، واللي بتبعد عن الأقصر حوالي 60 كيلو تقريبا. مدينة إسنا كانت في العصر البطلمي والروماني نقطة مرور مهمة على ضفاف النيل من شمال وجنوب الصعيد. موقعها الاستراتيجي خلاها محطة للقوافل والسفن، والناس كانت بتقف هنا عشان تتاجر وتشتري وتبيع، والأسواق هناك كانت مليانة حياة. المعبد كحاجة جديدة. ماشي. الرجالة دي برضه عاملة كام؟ سعرها كام؟ ومعابدها اللي اتبنت في الوقت ده بتشهد على تاريخ المدينة الطويل. هنا هنعيش يوم كامل مع أهلها، وهجرب الأكلة الشعبية في مدينة إسنا. هذا الاوردر بتاعنا، ونشوف حاجات يمكن ما بقتش موجودة. ستان بتاع مخدات. هقابل ناس ما اعرفهمش بس هيستقبلوني بترحاب، واحس ان انا عارفهم بقالي سنين. لازم غالب ومغلوب احنا من الشله يعني. ده شكلك انت والراجل ده اللي بتغيره على طول. شكلك انت. هنتمشى في شوارع المدينة ونشوف البيوت اللي بتحكي قصص أجيال. استعدوا الرحلة بين الماضي والحاضر، رحلة هتحسسك بأصالة الحياة وبساطة الناس في مدينة إسنا. طريقة عمل الفول هنا يا جماعة على الطريقة البدائية. ده أكتر من 100 سنة من أيام المرحوم أبويا جدا. وأنا أصلا كنت شغال مهندس زراعي وطلعت على المعاش وقاعد محافظ على التراث، ونفس الشغلة هي دي، عبارة عن فول بالدمس، سمنة بلدي ولا بصل وليمون. المكان ما قالوا أكتر من 100 سنة عندنا هنا. طريقة عمل الفول عبارة عن دمس، بنغسل الفول بالمية ونحطه في القدرة ونولع عليه بالدمس، يفضل في النار على مدة 12 ساعة بيستوي. بعد كده نشتغل منه تاني يوم، ببدأ من الفجر لغاية الساعة 9 صباحا بإذن الله. المركب بتاخد صوبة بالظبط من الاقصر، بتدي رحلتها الاقصر، تاخد يوم هنا في اسنا بتستعد الخزان اللي هو الهويس، وبعد كده بتزور هنا برضه المعبد هنا بس زياره قليله اللي بتنزل اسنا هنا عشان المعبد الصغير، وبعد كده بتنزل ادفو يوم، بعد كده بومب يوم، بعد كده اسوان، وبعد كده بترجع تاني نفس الموضوع. كل محطة كده بينزلوا يتجولوا ويشوفوا الدنيا بيشوفوا كل مركز فيه ايه، ايه اللي موجود فيه. المراكب الصغيره مفيش غير هنا في مصر، مفيش غير هنا في الكلور يعني بتاع مصر، تعتبر هنا مفيش غير هنا في اسنا بس. المراكب الصغيره اللي هناك بص دي كده هيشبع كده، بص شايف. بيبيعوا لهم بقى بازارات وحاجات، بيبيعوا لهم الحاجات الموجوده بالظبط. لا أيوة. قماش. قماش ما ينفعش، قماش بس يعني اي حاجه قماش بس. اي حاجه قماش. طبعا مستعجبين عاد ما عندهمش الحاجات دي اصلا. ما شاء الله. خارج قال لك حضاره 7000 سنه مصر. بس مش اي حد بيعمل الحاجات دي. أيوة. اصلا لا غير مصر مفيش برضه، مش موجوده برضه في الجمهوريه غير في اسنا بس، برضه الشغل بتاعها ده اللي بتعمل الشغل اللي هو معمول عليه ده. أيوة. السلام عليكم، كيف الحال؟ هو ده اللي بيدفي الناس؟ هو سلام. ماشي. المكونات ايه بقى؟ ده الفول النابت، عباره عن فول وبصل وتوم وليمون وكمون وشطه وبهارات. ما شاء الله. ده الاكله الشعبيه هنا ولا ايه؟ الاكله الشعبيه دي المفضله دي، ده الاكل الصحي. شطه امي الله عليك. اقعدي لي كده. طب خلينا نجرب بقى. خلينا نجرب. ده الحمص ده حمص؟ حمص عباره عن فصاص ده فيه لحمه بقى. فصاص لحم وكوارع. وكوارع كمان؟ في كوارع بس الكوارع جايه في الطريق يعني. ماشي.
معلم احمد اللاحس ابيجو رقم واحد، والنابت حمص، والمعلم حسين اخوه يعني انا احسن ناس. رقم واحد في اسمك مطمن نظافه بقى وغسيل وحاجه بسم الله ما شاء الله. بس بقول لك الكوارع خلصت يعني بيكون عليها سحب. معلم احمد 5 دقائق هي عليها سحب وعليها ضغط يعني 5 دقائق بعد تلاقي الثاني هنا. المحل الثاني جاي 5 دقائق بالظبط. محل جابه 9 دقائق على طول. خلينا نجرب يا باشا. لا حس حاجه بتاعت ماشي خلينا نجرب. يا بوز الطارع الله عليك. زبده. هذا الاوردر بتاعنا. يلا بينا نجرب. يلا بينا. الليمون اهم شيء الليمون. الف على ماشي حبيبي. نابت عليه الليمون. اهم حاجه السر في الليمون. برنس. طبعا هنا معانا ايه؟ عيش حمص نابت كوارع، ما شاء الله ايه كميه الكوارع دي. فنجرب. بسم الله. الاكلات طبعا الشعبيه هنا شارع السوق، شوارع اسنا، شارع السوق هنا اهو. هنا متواجد اي حاجه. الناس الطيبه احسن ناس يعني. انتوا شايفين الحاجات دي جميله الحاجات دي. فين راجل محترم؟ هو مين اللي واقف هنا؟ هو صاحب الحاجه دي؟ تبعه؟ كل الاكسسوارات هنا يا جماعه اللي انتوا شايفينها هنا في السوق ده اكبر سوق في اسنا، يعني يعتبر في كل حاجه. ماشي. هو معاه زباين بقى، مشغول، هو مشغول. ده يعتبر اكتر شارع زحمه في اسنا. زحمه جدا. هنعدي منين؟ تعالى من هنا. تعال. وانت ماشي في اسنا هتلاقي الترحيب سابق الكلام، والضيافه من القلب، ناس تستقبلك بمحبه وتعزم عليك كانك واحد منهم. والله اهل الكرم يا عم. ماشي والله العظيم اهل الكرم حبيبي. سلام. اكبر قصاب اكبر قزاز. الله عليك يا عم العمده حبيبي. ايه حبيبي يا حاج. تسلم تسلم. نعم السيدة زينب يا جماعة في قلب السوق. خش لا خش كده. ايه؟ السلام عليكم. طب خش انت. تمام. السيدة زينب يا جماعة زي ما انت. السلام عليكم. السلام عليكم. بس بيبقى اليوم خاص هنا بيبقى في زحمة ولا يوميا؟ لا كل يوم. يوميا الناس متواجدة هنا؟ منورين هنا. يلا يلا. اكبر جامع. ايوه جامع الخن. ما شاء الله تسلم. ابو علام. مين كسب بقى في الضمنه؟ نعم. مين بيكسب في الضمن على طول؟ الراجل ده. بصراحه الراجل ده والله. والله هو اللي على طول؟ اه يعني ما حدش بيغلبه خالص؟ لا لا لازم غالب ومغلوب على من السله يعني. ده شكلك انت والراجل ده اللي بتغيره على طول. شكلك انت.
حبيب تسلم حبيب تسلم الله يخليك الله يكرمك عامل ايه؟ شوفوا يا جماعه البيوت الاثريه التاريخيه. يلا البيت ده يا جماعه كله معمول بالطوب اللي هو اللبن، يعني اصلا شوفوا منظر الشبابيك وستايل البيت. في الشبابيك حاجه جامده جدا جدا جدا. المسجد ما شاء الله ده هو لسه بيتعمل ها؟ يعني هو المسجد ده جديد اصلا؟ جديد. طب تعالوا نوثقه يلا عشان لما يتبني نبقى نقول ان احنا صورناه قبل ما نقول ان احنا صورناه وهو بيتبني جديد. ما شاء الله. للتاريخ يا جماعه مسجد الخن في مدينه اسنا. الحمد لله ان احنا صورناه وهو بيتعمل لسه عشان ايه لما يخلص يبقى معايا الفيديو. السقف الله على السقف، ايه الجمال ده، الروعه ده، سقف عالمي ما شاء الله. ايه الفن وايه الجمال ده، ايه الفن ده ما شاء الله. يلا بينا على ناحيتين. تقول ايه؟ على ناحيتين، جامع على ناحيتين. باب من هنا وباب من هنا. دي بابين يعني. حلو حلو. تحت هنا الوضوء. سلام. توثيق للتاريخ، الناس اللي اشتغلت في الجامع، الناس اللي تعبت عشان تبني جامع ربنا معاك. على الله ان شاء الله. حبيبي ما شاء الله. ربنا يبارك لكم كده ويخلص على خير ان شاء الله. ربنا يبارك فيكم ان شاء الله. ان شاء الله حاج. ربنا يديك الصحه يا رب. دي الاسعار ولا ايه؟ دي الاسعار؟ دي 220 اهي. دي 220. دي 210. دي المقاسات اللي موجوده صح؟ ايوه. ماشي. حضرتك هنا فاتح هنا على طول؟ خلاص باذن الله نبقى نجي لك تاني ان شاء الله. باجي هو باجي بالليل هو بس. صاحب الحاجه؟ ايوه. ماشي ان شاء الله. بس هو بيجيب مقاسات كبيره. ممكن لو بالليل تلقى عنده مقاسات كبيره اكبر زي ما انت عايز. خلاص نبقى من وراها. ماشي. جامع المسجد. ماشي نبقى نعدي عليه ما شاء الله. من ورا من بره. ما شاء الله. بيوت زمان. بيوت اصلا هو بيوت قديمه. الشارع يا جماعه بيوت قديمه دي. شارع من هادي اول خالص. هنا الحديد كلها جوه. دي بيوت قديمه. بيوت مقفوله قديمه. اصلا ما فيش حد ساكن فيها. فيش. ايه الهدوء ده؟ هادي. هدوء رهيب. دي البربه، شوارع البربه. البيوت كلها يا جماعه من سنين. مقفله كلها. مقفله. كلها بصوا مقفله البيوت دي. دلوقتي هنبدأ ندخل شوارع إسنا القديمة. من أول خطوة هتحس إننا دخلنا زمن مختلف تماما. تشم الريحة الطيبة بتاعت الناس اللي هي ايه بسم الله ما شاء الله القديمة. يعني الناس اللي هي بالصلاة على النبي. البيوت هنا بالطين اللبني. خدت بالك، فما فيش حد ساكن كتير فاهمني، فتلتين الناس يعني لو ماخذه بس بتاجي الناس يعني بتاجي تفتح انت بتفتكر الذكريات بقى. بتفتكر الذكريات. ما شاء الله على الجمال. تسلم الله يكرمك. بقالك كم سنة يا حاج بقى؟ 50 سنة ما شاء الله. 50 سنة. لسه دلوقتي الناس بتطلب الحاجات اللي هي القطن اللي بتعمل التنجيد والحاجات دي. أحسن من السفين. صح؟ بس لسه في عليه طلب لحد دلوقتي. القطن أحسن من السفين اللي هي بيعمل غضروف السفين.
الناس واخدها كده ايه عاشق يا فرحه كده معاها. يا حاج حاجات جميله والله. الواحد ما شافش الحاجات دي من زمان. برضه سيد وليه الادوي ده وصحي فعلا، ده حقيقي. ستان بتاع مخدات، فلوس مخدات بتاع المخدات. سيج يعني مخدات. ما شاء الله. تسلم. شو يا جماعه الالوان؟ سرايا. متخصص انت بقى في الحته دي؟ من زمان برضو؟ من اساس ابونا. والشيخ ده قاسم ده تبعه. ما شاء الله. لا انت ناس جميله. الله يخليك. الله. شوف يا جماعه القطن. تسلم. شوف القطن يا جماعه والتنجيد بقى بتاع ايام زمان، اللي نادرا جدا بقى تلاقيه دلوقتي. السلام عليكم. تسلم. هنا يا جماعه هنا مخازن برضه اهوت مخزنين فيها. بص ده كله قطن، مراتب، مخدات، كل ده قديمه. ده اكيد دي بقى لها سنين برضه الحاجات دي. زمان معبد إسنا ما كانش مجرد معبد، ده كان أمل ناس كتير. الناس كانت تيجي هنا تدعي إن فيضان النيل يجي في ميعاده، وما يجيش قليل يضيع الزرع ولا زيادة يغرق الأرض. المعبد كان مبني للإله خنوم، إله الخلق وحارس منابع النيل، اللي كانوا مؤمنين إنه بيشكل الإنسان بإيده وبيتحكم في المية والحياة. الفلاح كان بيجي هنا يدعي بالخير، والست تدعي بالحمل والولادة، والكل يطلب الستر والرزق. لا ما كان. انت تفكر الناس كانوا يقول لك العدس الاسناوي. العدس العدس الاسناوي. هوكلك عدس النهارده بس مش اسناوي. امال ايه بقى؟ جاي من بحر. بطل. العدس الاسناوي كان بيزول حكايه الارض وهي بتتغمر عندنا طميه. كان يجي النيل من السد العالي بلادنا يغمر فيها النيل. يجي في النيل يغمر تزرع يجي يطلع النيل يحرس الحرات ابواتنا ويزرعوا العدس يكبر كده من الطمي، ما تدوش ميه ولا تدوله ملح ولا تدوله حاجه. ايش بداها العدس الاسناوي. ما شاء الله. بس هنا بقى دايما تحطوا العيش على العدس، تقطعوا العيش. الفته دي ايش ما فته. النهارده هوكلها. ده اساسيه هنا صح؟ انا اكلت والله من شويه. فهي دي بصراحه تتاكل مره واحده. انا حاسس اني وحش على كده عشان يبقى عيش وملح يا اخي. انت الناس الطيبه. افكر ناجي في بلادك. البيوت دي كانت الراحه النفسيه والهدوء والسكينه، حتى وهي عدى عليها سنين ومهجوره، فتلاقي جوه البيوت يعني حاجات شغاله دينيه، قرآن. يعني انتوا سامعين؟ حتى وهي ما فيهاش حد تحس ان انت وانت واقف عندها يعني مرتاح نفسيا. دي حاجه انا ملاحظها في اغلب البيوت هنا، تلاقي في القرآن شغال جوه البيت. بتاع حد زمان؟ هي حجة كبيرة يعني. لا خلاص توفت. الحمد لله. لا عدى عليها 40 سنة الحمد لله. يعني القصر ده بقاله ممكن داخل في كام سنة؟ لا شوف في حزب 60 سنة أو 70 سنة. يعني البص عليها فوق دي يعني خلاص بعد ما عدت عمرها خلاص ما فيش تاني. لا ما فيش تاني يعني زي ما انت شايف كيف. والشباك ده مثلا في شبابيك زي كده تاني؟ لا مش هتلاقي. خلاص عدت عليها ال10. تعالى كده نشوف حاجة أنا خدت بالي منها. خدت بالي منها أيام ما كان عايش ناس في البيت سبحان الله، كان يعني ممكن كانوا بيحجوا، فكانوا بيكتبوا لهم حج مبرور وذنب مغفور. جدك مثلا كتب خلاص العمارة دي خلاص اتبنت على اسمه، تمام. لو حج مثلا لو هو حج يعني يكتب الحج،
لو هو مش محجش لا بيكتب الحجه، مثلا لو حجه فاهم انت راحت الحج، لو ما حدش فيهم راح خلاص على كده. كاستقبال ليهم كانوا بيكتبوا لهم يعني حج مبرور وذنب مغفور، كانوا بيكتبوا لهم على عتبه البيت. خلاص هو راح يحج بقى فاهم انت، ادى المناسك بتاعته. فطبعا جاء خلاص احنا بنكتب الحاجه دي. هو طبعا ما عملش كده، لا خلاص هو احنا بنكتب اسمه بس. خلاص يعني الخشب بتاعه خلاص يعني هو حاجه اللي زي دي ما شاء الله خامتها راحت خلاص. دلوقتي مش هتلاقي في حاجات بالخامات دي، تلاقي الخشب يعني اعوذ بالله انت لو خبطت يدك فيها هتتكسر. القديم اصلا كان النفر طبعا كان بيبقى عندي الصحه، كان بيشد اليد كده انت ما تقدرش تشده اصلا. ما شاء الله. زي ده اصل الباب ده لو انت عاوز تشيله مش هتعرف تشيله. ما شاء الله. الوزن بتاعه اصلا يعني الوزن بتاعه لو انت اصلا عايز تشيل نفس الضلفه نفسها ممكن ما تقدرش. لا ما تقدرش. رايحين دلوقتي لأقدم مأذنة في مدينة إسنا. المحلات دي القطن، ده كل ده قطن يا جماعة. هنا خياط. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حاج؟ أقدم مأذنة دي في إسنا؟ أقدم مأذنة في إسنا؟ ايوه ما شاء الله. يعني ممكن كم سنة؟ ممكن بقالها من عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب؟ ايوه هو اللي بنيها، وهو فيها اسم لا مؤاخذة ساعة حجر، ساعة حجر بيعرفوا بيها الناس الكبار، واخد بالك، يعرفوا بيها المواعيد بتاعت الظهر والعصر والمغرب والعشاء. دلوقتي في شارع البازارات، بس دلوقتي اغلب المحلات برضو قافله عشان المعبد بيقفل الساعه 5 فهم بيقفلوا مع المعبد. فالسلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كل ده ريال. طب دي مثلا مناسبه عاديه ولا حاجه عادي؟ لا هي بتتلبس كمناسبه يعني. الحفله في المركب لنزول المعبد كحاجه جديده. ماشي. الرجاله دي برضه عامله كام؟ سعرها كام؟ الجلابيه دي عامله 400 جنيه. 400. ماشي. في الوان من دي وراها ان شاء الله، الوانها جامده جدا. طبعا ده كله حريمي اللي فوق. اللي فوق كله حريمي. ودي بقى ايه؟ دي بقى جلابيه، ودي فوقيها بتتلبس الطاقيه كده على الدماغ للست. دي لازم تكون مع الجلابيه دي. بتبقى أيوة. كمناسبه يعني حاجه جديده. صح كده. طبعا الحاجات دي برضو في بعد كده الحاجات دي برضو بتتلبس على الدماغ. على الجلابيه. بس بقى بتجيب الجلابيه بقى يكون فيها برضو الحاجات دي. لا هي مش مهم الجلابيه، مش شرط. في حاجه زي كده. بيبقى طقم. طب في حاجات للرجاله مثلا طواقي او كده؟ لا بيبقى للرجاله حاجه زي كده شاش. حلوه دي قوي. دي تلف ازاي بقى؟ دي زي كده بقى. بتلف كده. تعمل زي كده بالظبط. عامله كام دي؟ دي عامله 100 جنيه. 100؟ قطن دي. بتلف نفس اللفه دي؟ بنفس اللفه كده بالظبط. جميله بصراحه، حاجات كلها جميله جدا. في إسنا دايما هتلاقوا الشياكه اللي ورايا دي، البيوت اللي ورايا من على كورنيش إسنا. اقدر اقول لكم دلوقتي ان انا وصلت لنهايه الفيديو. لو انت وصلت لنهايه الفيديو يا ريت تدعمني بلايك واشتراك وكومنت وتقول لي رايك في الفيديو. ولو انت بتدعم ان انا الف محافظات مصر واوصل لكم الحاجات المخفيه، يعني ما تبخلش عليا بلايك ولا اشتراك ولا كومنت وتقول لي رايك في الفيديو. اشوفكم على خير، واقدر اقول لكم دلوقتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.